مساء الأكشن يا أبطال، يلا بينا قبل ما نبدأ القصة صلي على النبي. في القرن ال19 وبنشوف مع بعض قرية اسمها بنسلفانيا، بس القرية دي فيها نوع من الرخاء كده، بس في نفس الوقت محدش بيخرج من القرية دي أبدا، وده لأن في سور كبير حوالين القرية، ده غير كمان برج المراقبة واللي دايما في حد بيراقب الوضع هناك. والحقيقة إن القرية دي مكانها موجود في الغابة، وعلشان كده أهل القرية مش بيتواصلوا مع أي حد من القرى اللي حواليهم، والناس اللي عايشين هناك مش بيخرجوا أبدا من القرية دي لحد ما بيموتوا، ومفيش هناك فلوس بيتعاملوا بيها، والكل بيحترموا بعض، والجواز هناك سهل جدا، وأي حد يقدر يتجوز الشخص اللي هو عايزه. وفي قاعدة عندهم بتقول إن لو في شخص معجب بحد يبقى ما ينفعش يمسك إيده لحد ما يتجوزه. ودلوقتي الناس الكبار في السن اللي عايشين هناك واللي معروفين باسم الالدرز بيعملوا اجتماع من وقت لتاني، وبنعرف إن ابن واحد منهم مات بسبب المرض، وده لأن مفيش عندهم أي نوع من أنواع المؤسسات الطبية في القرية دي، وعلشان كده هم مستحيل يقدروا يعالجوا أي نوع من أنواع الأمراض. وتاني يوم الصبح بنشوفوا الكل وهم قاعدين ياكلوا مع بعض، وفجأة بيسمعوا أصوات غريبة جاية من الغابة، والكل لما بيسمعوها بيخافوا، بس بيكون قاعد معاهم واحد عنده اضطرابات في المخ اسمه نوفا، واللي بيبدأ يضحك، ولكن محدش بيضايقه، ومفيش كمان حد بيتريق عليه، وده لأن كل اللي عايشين في القرية بيحبوا بعض جدا وبيدعموا بعض. وتاني يوم الصبح بيلاقوا جثة حيوان موجودة في القرية، وبعدها كبار القرية دي بيعملوا اجتماع بيتناقشوا فيه، واللي بيبقوا بيفكروا يا ترى مين اللي قتل الحيوان ده. وبعد شوية بيجي شاب من القرية دي اسمه لوشياس، وبيطلب طلب منهم يوافقوا على طلب خروجه من القرية دي علشان يقدر يجيب الأدوات ويعمل مؤسسة طبية هنا. وبيقول لهم إن أكيد في قرية حواليهم، وبيفكرهم إن في حد من القرية مات بسبب المرض، وإنهم لو كان عندهم أدوات طبية كانوا هيقدروا ينقذوه، بس الطلب بتاعه دايما بيترفض، وده لأن الشياطين اللي عايشين في الغابة حوالين القرية دي بييجوا يهجموا على القرية كل ما حد يخترق القوانين. بس الكبار عملوا اتفاق معاهم، واللي بينص على إن محدش يخرج أبدا من القرية دي، والكبار بيرفضوا يكسروا الاتفاق، لأنهم لو عملوا كده وقتها الشياطين هيجوا القرية ويهجموا على الناس مرة تانية. وبنفهم إن الشياطين عاملين الاتفاق ده مع كبار القرية بس، وبيقولوا كمان إنهم قبلهم، بس الأجيال الجديدة دي آخرها إنها تسمع أصوات غريبة من الغابة وبس. بس لوشياس ما بيبقاش خايف من الشياطين دي، وعلشان كده هو عايز يروح الغابة، بس للأسف مش بيسمحوا له. وفي المشهد اللي بعد كده بنتعرف على بنت اسمها إيفي، واللي بنعرف إنها عامية ومش بتشوف، ولكن عندها حواس قوية جدا، وبتروح للوشياس مع نوفا وبتقول له أنا عارفة أنت ليه مش عايز تمسك إيدي، علشان أنت بتحبني، وبيطلع عندها حق فعلا. وقتها لوشياس بيفهم إن نوفا دخل الغابة والشياطين ما عملوش أي حاجة، وعلشان كده هو بيروح للكبار مرة تانية وبيقول لهم إن نوفا كان معاه فاكهة لونها أحمر في إيده، ودي مش بيلاقوها غير في الغابة وبس، وده معناه إنه دخل الغابة وبسبب براءته الشياطين ما عملولوش أي حاجة. وهو كمان مش بيخافوا من الشياطين، وعلشان كده هو عايز يروح قرى تانية يجيب أدوية من عندهم، وبيقول لهم إنه المفروض يتوافق على طلبه، بس الكبار بيرجعوا يرفضوا طلبه من تاني، والحاجة الوحيدة اللي بتفضل معلقة في دماغه هي إنه يخرج من القرية دي بأي طريقة علشان يجيب أدوية. وتاني يوم الصبح بيروحوا عند حدود القرية، وبيشوفوا قدامه خيال، وبيفهم إنه خيال الشيطان، فبيرجع تاني للقرية. وفي نفس الليلة دي حارس برج المراقبة بيشوف خيال الشياطين وهي داخلة القرية، وأول ما بيشوف ده بيخاف، فبيرن الجرس على طول علشان يحذر أهل القرية. والناس أول ما بتسمع صوت الجرس بيكونوا عارفين معنى الصوت ده إيه، فبيخافوا وبيجروا على بيوتهم بسرعة. وبنلاقي إن البيوت اللي في القرية دي كلها في تحتها بدروم تحت البيت، وكل ما بيحسوا بالخطر بيروحوا يستخبوا في البدروم ده. بس إيفي بتكون لسه بره، وبتبقى مستنية لوشياس يرجع، وقبل ما الشيطان يوصل لها لوشياس بيوصل على آخر لحظة وبيمسكها وبيجري بيها على البيت. وبينزلوا البدروم وبيستخبوا كلهم، وبيسمعوا أصوات الشياطين طول الليل. وتاني يوم الصبح بيخرجوا من البدروم وبيلاقوا علامة حمراء مرسومة على كل الأبواب، ولما بنشوف ده بنفهم إن الاتفاق اللي عملوه مع الشياطين دول اتكسر دلوقتي، ودي علامة تحذير ليهم كلهم. وبعد اللي حصل ده القرية كلها بتتجمع، والكبار بيكونوا قلقانين ومش فاهمين ده حصل امتى وازاي. ولوشياس بيعترف ليهم بالجريمة اللي ارتكبها، وبيقول لهم إنه خرج بره حدود القرية وشاف واحد من الشياطين هناك، وعلشان كده الشياطين دخلوا القرية امبارح بالليل. والكل بيكون عارف إن لوشياس عمل كده بنية كويسة علشان القرية، وعلشان كده هم بيسامحوه وبيقولوا له إن من هنا ورايح هو عمره ما هيخرج من القرية أبدا. وفي المشهد اللي بعد كده أخت إيفي بتبقى بتتجوز، والقرية كلها بتحتفل وهم مبسوطين. وبعد الفرح الكل بيرجعوا بيوتهم، وبيلاقوا إن في حد علق حيوانات ميتة على أبواب بيوتهم، والكل لما بيشوفوا ده بيترعبوا وبيكونوا خايفين للشياطين تيجي النهاردة كمان. فلوشياس بيروح لإيفي البيت، والاتنين بيقعدوا مع بعض وبيقرروا إنهم يتجوزوا قريب. وتاني يوم الصبح نوفا اللي دماغه رايحة منه بيعرفوا بالقرار ده وبيتضايق جدا، لأن هو كمان بيحب إيفي من وهم أطفال، وعلشان كده عايزه ينتقم، فبيضرب لوشياس بالسكينة في بطنه. وحالة لوشياس بتكون صعبة وفرصة إنه يعيش مستحيلة، وده لأن زي ما احنا عارفين مفيش مؤسسات طبية في القرية دي.
وبعدها بيحبسوا نوفا في أوضة هادية واللي بيحبسوا فيها الناس كعقاب في أي وقت، ونوفا معظم الوقت بيتحبس هناك لأنه بيفضل يعمل حاجات غلط. وإيفي بتنهار لما بتعرف إن نوفا قتل لوشياس، وحتى باباها إدوارد بينهار هو كمان، واللي بيبكي واحد من الإلدرز اللي في القرية. وبعد كده أبو إيفي بيقول لها انت كمان وقت ما فقدتي بصرك انا ما قدرتش اعمل له اي حاجه، بس دلوقتي انا عايز ادخل الغابه. بس مرات ادوارد بترفض تسيبه يروح وبتقول له احنا كلنا اتفقنا على ده وما ينفعش نخلف بالوعد. ووقتها ايفي بتاخد قرار انها تروح الغابه وتروح قريه تانية تجيب مساعدات طبيه. وباباها بيدعمها وبيختلف مع باقي الكبار اللي في القرية وبيديها الإذن إنها تخرج، بس قبل ما تبدأ رحلتها بياخدها الأوضة سرية وبيقول لها على أسرار كتير محدش يعرفها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف إيفي وهي معاها ولدين تانيين رايحين معاها ناحية الغابة، والاتنين بيكونوا خايفين جدا، بس إيفي ما بيبقاش خايفة أبدا. وبنكتشف إن وقت ما باباها إدوارد أخدها على الأوضة السرية دي هو قال لها على أسرار القرية، وبيقول لها إن مفيش شياطين في الغابة ولا حاجة، والحقيقة إن كل الشياطين اللي في الغابة دول هم الإلدرز، وبيروحوا الغابة وهم لابسين لبس الشياطين وبيعملوا الرعب ده علشان محدش يخرج بره القرية أبدا. ودلوقتي إيفي بتكون عارفة الحقيقة، وعلشان كده مفيش أي خوف في قلبها ولا في عقلها، على عكس باقي الشباب اللي معاها اللي بيكونوا خايفين جدا لأنهم بيسمعوا أصوات الشياطين جاية من الغابة، فبيقرروا إنهم يرجعوا للقرية. بس إيفي مش بتتأثر، وده لأن باباها إدوارد قال إنهم حاطين الأجهزة دي على الشجر علشان تعمل الأصوات دي. وفي الناحية تانية بنشوف في القرية 2 من الألدرز متضايقين من إدوارد، وده لأنه ساب بنته تروحوا الغابة، وكلهم بيقولوا له إحنا تعبنا جدا لسنين علشان نعمل المساحة النظيفة دي في القرية، وده كان سر بينا، والسر ده هيتكشف دلوقتي قدام العالم. وهو بيقول لهم إن ده مش هيحصل ولا حاجة، وإنه شرح لبنته إيفي كل حاجة. وبعدين بنرجعوا لإيفي وبنشوفها وهي ماشية في الغابة، وفجأة بتقع في حفرة كبيرة، بس بطريقة ما بتقدر تخرج من الحفرة دي، وبعدها بتبدأ تسمع أصوات شياطين حواليها. ومع إن باباها قال لها إن مفيش شياطين ولا حاجة، بس هي برضو سمعت قصص كتيرة عن الشياطين اللي في الغابة، واللي بتقول إن الشياطين دي موجودة من زمان قوي وتعودوا يقلدوا البشر. إيفي بتكسر العصاية اللي معاها نصين وبتسمع أصوات الخشب بيتكسروا قدامها، فبترمي طوبة في الاتجاه اللي الصوت جاي منه، وبتلاقي حد حدف طوبة ناحيتها برضه، وبعدها بتفهم إن الشيطان ده واقف قدامها فعلا، فبتبدأ تجري بعيد من الخوف. وهنا بنشوف الشيطان اللي واقف قدامها وبيطاردها، ووقتها إيفي الحواس بتاعتها بتبقى كلها شغالة، وعلشان كده هي بتجري بعيد عنه وبتقف قدام الحفرة اللي كانت هتقع فيها دي. وأول ما بتحس إن الشيطان بيقرب عليها بتوطي على آخر لحظة قبل ما يمسكها، والشيطان بيقع في الحفرة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الألدرز اللي في القرية وهم رايحين الأوضة السرية اللي كانوا حابسين فيها نوفا، ولكن مش بيلاقوه هناك، وبيلاقوا كمان إن في أوضة سرية فيها جلد حيوانات وشوية حاجات تانية، وده معناه إن كل الحيوانات اللي اتقتلت في القرية ما اتقتلوش من الألدرز، ونوفا هو اللي كان بيموتهم. وعلشان كده هم بيقلقوا جدا، وبنفهم ان نوفا صحته العقلية مش كويسة ابدا، بس هو برضه ذكي. ولما بنرجع الغابة بنشوفه وهو لابس لبس الشياطين، وبنفهم انه هو اللي كان بيطارد إيفي وبيحوم حوالين الغابة، وانه كمان كان عنده زي قناع بيلبسه وهو بيلف في الغابة زي الألدرز، وده معناه انه عارف السر بتاعهم، وعلشان كده هو كان بيروح الغابة في اي وقت عادي من غير ما يخاف. وفي وقت ما الإلدرز كانوا بيلعبوا بعقول الناس اللي عايشة في القرية، نوفا كمان كان بيلعب بعقول الإلدرز دول، بس هو كان بيحب إيفي، وعلشان كده هو لما عرف ان لوسياس هيتجوزها اتجنن وحاول يموته. وبعدين بنشوفوا أن الشيطان اللي كان ماشي ورا إيفي في الغابة ووقع في الحفرة يبقى نوفا، واللي بيموت بسبب الوقعة دي. وبعدها إيفي بتكمل رحلتها، وباباها إدوارد بيكون قال لها على الممر السري اللي هتمشي منه، وهي ماشية من الطريق ده بتلاقي سور، وهنا بتكون وصلت عند الطريق العمومي، وبنشوف عربية جت عندها وبينزل منها ضابط. وهنا بنكتشف إنهم مش في القرن 19 وإنهم في القرن 21 عادي، الزمن اللي احنا عايشين فيه. والضابط بيتفاجئ لما بيشوف إيفي، وده لأن المنطقة اللي ورا السور دي مسمينها مركز الحيوانات، واللي مفيش حد بيعدي منها ولا في طيارة بتعدي من فوقيها حتى. وعلشان كده أهل القرية عمرهم ما عرفوا إنهم عايشين في فترات زمنية قديمة، بس الإلدرز عارفين الحقيقة لأنهم هم اللي بنوا القرية دي. ودلوقتي إيفي بتقول للضابط إنها محتاجة مساعدة طبية، وبتديه الرسالة اللي باباها اداها لها، وبتديه كمان الذهب اللي معاها علشان مفيش عندهم فلوس في القرية دي. ومع إن الضابط بيكون عايز يبلغ المدير بتاعه، بس لما بيشوف براءة إيفي والوجع اللي هي حاسة بيه بيوافق يساعدها وبيجيب لها أدوية وبيمشي. وبعد كده إيفي بترجع القرية وبتدي دواء لأبوها، وبنكتشف هنا إن لوشياس لسه عايش وبيدوله العلاج. وهناك إيفي بتقول إنها قتلت الوحش واللي في الغابة، وده بيخلي الخوف يفضل في قلوب الناس من ناحية الشياطين، وده معناه إن السر بتاعهم هيفضل زي ما هو، وكل الناس اللي في القرية هيفضلوا عايشين على الحال ده. وبنعرف إن الأطفال دول جم هنا وكانوا صغيرين جدا، بس بعدين كبروا وبقوا شباب، وعلشان كده هم مش فاكرين أي حاجة خالص نهائي. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات رأيك في الفيلم، وقول لي كنت متوقع النهاية دي ولا لأ، وما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تدعمنا ونكمل معاكم في ملخصات أقوى وأحسن.
ولو أول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول، وكمان شارك الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا النوع ده من الأفلام، واستنوني في فيديو جديد وملخص جديد قريبا جدا. سلام يا أبطال.